4 أحلام بيرسلهم الملك الموكل بيك ليخبرك إن في حد بيعمل لك سحر، وهي رسائل ربانية من الله جل وعلا بيقول لك فيها انتبه يا عبدي، لأن في حد بيحاول إن هو يصيبك بالسحر. أول رؤية من هذه الأحلام لو شفت إن في كلب أسود بيجري وراك، عارف معنى الكلب الأسود لما يقطرك في المنام أو يجري وراك أو يحاول إن هو يعضك في المنام معناته إيه؟ معناته إن دي رسالة تحذيرية من الله جل وعلا بيقول فيها ليك انتبه يا عبدي، فإن هناك شيطان يريد أن يسفن جسدك، فكن بجوار أخيك شر هذا الشيطان، فسارع بالصلوات المفروضة والأذكار. أما عن الرؤية الثانية فهي أنك أنت تشوف نفسك بتاكل أكل، والأكل ده فيه شعر أو فيه شوكة أو حاجة بتسحبها من فمك، فمعنى ذلك أن في سحر موجود في معدتك، وكأن الرسالة من الملك الموكل يا عبد الله في داخلك سحر، فاقرأ أي آيات من كتاب الله جل وعلا بنية الشفاء على ماء، واطلب من الله الشفاء يشفيك الكريم جل وعلا. فهل رأيت الرؤية الأولى والثانية؟ أما عن الرؤية الثالثة فهي أن تجد نفسك داخل المقابر، عمال بتجري يمين وشمال، مش عارف إنك أنت تطلع من المقابر ديت، أو إن في حد يعني سبحان الله بيحاول إن هو يجري وراك أو بيطاردك داخل هذه المقابر. عارف الرؤية ديت معناها إيه؟ معناها إن دي رسالة من ربانية، ربنا بيقول لك فيها إن حياتك كلها أصبحت كالمقابر، ما فيهاش ذكر لي نهائيا، ولا فيها استغفار ولا فيها عبادة. كل الأشخاص اللي أنت مصاحبهم بعيدين كل البعد عن الله جل وعلا، لا يذكرون الله ولا يتوبون إليه ولا يستغفرون الله جل وعلا. فاترك هؤلاء العباد وكن بجوار خالقهم تنعم بالنجاة. وهذه الرؤية تدل على أن هذه الغفلة ستؤدي بك بالإصابة بالسحر. فهل رأيت هذه الرؤية الثانية؟ اكتب لي في التعليقات. أما عن الرؤية الأخيرة وهي الرؤية الرابعة، وهي أن الإنسان يعني سبحان الله يشوف نفسه ماشي في مكان فيه مياه مجاري أو مياه سيئة، ثم بعد ذلك تلطخت ثيابك بهذا المجاري، أو أنك أنت دست في هذا الطين. فعارف الرؤية دي معناها إيه؟ معناها أن الملك الموكل بيقول لك انتبه يا عبد الله، فهناك من يرش لك السحر، فإن خرجت من بيتك أخرج على وضوء، ثم انظر إلى القبلة وقل بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. إن فعلت كل ذلك أنجاك الله عز وجل من كل سوء، ولا يقف في طريقك أي مكروه. هذه الرؤى الأربعة يرسلهم الله عز وجل لمن يشاء من عباده ليخبرهم أن النجاة في قربه وفي الأفكار، وأن هناك من يسحرهم. فهل رأيت أي رؤية من هذه الأربع؟ ولو شفتها إيه اللي حصل معاك؟ شاركنا في التعليقات واكتب لنا تعليق باللي انت شفته، عشان كل متابعينا في تفسير الأحلام يستفيدوا من تأويل الرؤية حسب ما وقع لك في الواقع. لكم مطلب تحية أخوكم يوسف أحمد، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.